دي الحلقة التالتة من حكاية يانسين في عالم الأبطال، فلو ما شفتوش الحلقات اللي فاتت روحوا شوفوها الأول علشان تفهموا باقي الأحداث ويصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نكمل باقي سرد الحكاية. وفجأة في بنت بتجري على لان وبتكون طايرة على السيف وبتقف قدام لان، وده اللي بيفاجئ لان والمساعد بتاعها، وبتكون دي هي وومينج، وبتقول لان عدى كتير من الوقت من آخر مرة شفتك فيها. ولان بتقول لها هو ايه ده؟ ازاي كنت طايرة على السيف؟ وومينج بتقول لها ده فن المبارزة، والسيف بيقعد يطير لوحده فوقهم. ولان بتسألها لو كانت عارفة انهم جايين، وومينج بتقول لهم ان المعلم يانسين قال ان في شبحين على الباب، علشان كده خرجنا بص بصة وبتخزن السيف في الخاتم. الاتنين بيكونوا مستغربين جدا ومتفاجئين. وومينج بتقول لهم شكلكم هنا علشان تقابلوا المعلم يانسين، المعلم جوه، تعالوا هوريكم الطريق. واثناء ما هم داخلين حضور يانسين اللي في المكان بيرعب لان والمساعد جدا. وومينج بتكون مستغربه جدا وبتقول لهم في ايه يا جماعه؟ هو ايه اللي حصل؟ ولان بتقول لها لا ولا اي حاجه. واثناء ما هم ماشيين وومينج بتقول للان ما تقلقيش، وان المعلم يانسين عنده شخصيه كويسه جدا ومش من النوع اللي بيخلي الناس يدخلوا المستشفى لو عرضوه. واكيد المعلم دلوقتي في المكتب وفي مكان تاني في غايه الجمال. لان بتكون قاعده جواه وبتشرب شاي وهي مستمتعه جدا وحاسه براحه كبيره. ويانسين بيصب الشاي وبيقول ده شاي التامل واللي بيتم استخدامه للحفاظ على الصحه، وطالما ذهنك كويس وقوي فتقدري تعيشي لفتره اطول، ولو شربتي بق تاني هتعيشي 30 سنه اطول. ده اللي بيصدم لان وبيصدمنا كلنا يا بطل. انا عاوز اعيش انا كمان يا جدعان. ولان بتقول له بجد هات تاني منه يا عم، هات تاني. وكمان عندي سؤال، هل اقدر اخد منه شويه وانا ماشيه؟ ويانسين بيقول لها لا، ده بيستخدم للضيوف بس ونادرا لما بيتم اخراجه. ولان بتقول له ان الشيء ده زي السحر فعلا، انا لو شربت منه كام بق فهعيش للابد. ويانسين بيقول لها ان يمكن البشر بس انهم يعيشوا من 200 ل 300 سنه، وعن طريق ثقل التشي وممارسه الخلود هيقدروا يطولوا عمرهم. ولان بتقول مع اني ما اعرفش انت تقصد ايه من خلال ثقل التشي، ولكن شكله محترم جدا. ويانسين بيقول لها ده اساس تدريب الخالدين. المهم انت كنت بتدوري عليا فقولي لي عايزه ايه بقى؟ وعند المساعد ليه بيكون مصدوم من المكان. وومينج بتقول له دي البوابه الداخليه للكليه، وهو ده عالم المعلم يانسين الصغير، وان في الاصل كان ده في مكان معين على الارض، ولكن المعلم غيروا لكده وفي سحر هنا، علشان كده لا يمكن رؤيه الخارج من الداخل. واللي هناك ده هو كهف المعلم يانسين، والمساعد ليه بيكون حرفيا مصدوم. وومينج بتكمل في شرح المكان وبتعرفوا ان في برضه طلاب عايشين هناك، وكمان بتقول له من وقت ما قام السيد يانسين بتغيير الجانب ده لعالم صغير كانت المساحه هنا اكبر بمرات كتيره من الارض. والمعلم يانسين قال كمان ان الجبال الصخريه العائمه كلها هالات بتدور وبتتشكل بشكل طبيعي، والموضوع بياخد عشرات الاف من السنين على الاقل لتشكيل سلسله جبال ضخمه. وبعد ما نبني الاساس ونبقى خالدين هيكون عندنا كهف خاص بينا. والمساعد ليه بيقول لها انتم اكتر اكاديميه مدهشه شفتها في عالم القوى الخارقه. وومينج بتضحك وبتقول له ان المعلم يانسين بيحب يعمل حاجات غريبه. والمساعد ليه بيسالها عن البوابه اللي قدامه، فبتقول له تقريبا هي دي بوابه تيان شوان اللي تقدر من خلالها تروح لاي مكان في العالم. ويلا بينا نروح. وان المعلم طلب مني افرجك على المدرسه وان الموضوع لسه ما انتهاش، يلا نروح هناك بقى ونبص بصه. وعند يانسين بيفهم كل حاجه من لان، ولان بتقول له ايوه زي ما قلت لك كده، ملك الوحوش الاعلى هو اكبر شرير في عالمنا، وقبل ما تجيلنا يانسين انقذنا كل العالم من ملك الوحوش الاعلى قبل ما نحصل على لقب العشرة الاوائل من الملك العظيم. وبصفتك التاني في مستوى الملك العظيم يا ريت تقدر برضو تساهم بقوتك. ويانسين بيقول اكيد بما ان جيت لعالمكم لاعاده بناء الطائفه فلازم التزم بقواعد عالمك. هل لو انهيت موضوع ملك الوحوش الاعلى العالم هيسكت؟ ولان بتقول له ايوه. ويانسين بيقول انا على استعداد اعمل شويه من الجهد. ولان بحماس بتساله يعني هل انت موافق على انك تشارك في المسابقه؟ ويانسين بيقول لها انا مش محتاج لكده، انا اقدر اتخلص منه دلوقتي. هل عندك اي حاجه متعلقه بملك الوحوش ده؟ ويان بتستغرب جدا وبتقول له لا، ما تبقاش اي شيء بعد ما مات معاه الاول اللي في مستوى الملك العظيم بيو. ويانسين بيقول علشان اقتله بالحس الحكامي لازم اعرف مكان تواجده على الاقل، وان التكنولوجيا المستخدمه في عالمك ملهاش تقلبات في القوه الروحيه، وانت مش معاكي اي
اي حاجه تخصه، فحتى لو كنتوا عارفين مظهره فهو لو اخفى مظهره فهيكون من الصعب العثور عليه بالطرق العاديه. ولان بتقول له انا ما اعرفش مكان تواجده فين، ده بعيد عن قتله. ويانسين بيقول بما ان ده هو الحال فانا اسف مش هقدر اشارك في المسابقه الممله ديت، انا لسه عندي الكتير من القواعد عشان اسجلها. ولان في نفسها بتقول الراجل ده مش بيحب المال ولا النساء، وببساطه هو مش معرض للاغواء ومفيش حاجه تقدر تلفت انتباهه. وفجاه بتجيلها فكره بتقول استنى، وبعدها بتقول له لو مدرستك قدرت تحصل على نتائج كويسه في المسابقه ديت فهيكون ده كويس، وفي الحاله ديت هتقدر تضاعف حجم مدرستك. ويانسين بيقول لها ان ثقل الخالدين بيعتمد على مصيرهم، لو كانوا عاوزين يشاركوا فمش هوقفهم، ولو مش عاوزين فوقتها مش هقدر اعمل اي حاجه. ولان بتحس بالملل وفي نفسها بتقول قد ايه ده ممل، انا مش عارفه اعمل ايه. ويانسين بيفكر شويه وبعدها بيقول لها للمره الاخيره هسالك، لو قدرت تحل مساله ملك الوحوش فمفيش حد هيزعجني تاني صح ولا ايه؟ ولان بتقول له ايوه صح، لو كان العالم هادي فهتقدر تستمتع بحياتك زي ما انت عايز. ويانسين بيقول تمام ماشي، انا هشارك انا والطلاب في المسابقه، انا هتبعك وهتابع ترتيباتك المره دي بس. الكلام ده اللي بيفرح لان جدا وبيحمسها، وبتفكر ان يانسين بيهزر. ويانسين بيقول لها هو وش بيقول انا بهزر ولا ايه؟ انا مجرد ضيف في العالم ده لفتره من الوقت. ولان بتفرح جدا وبتقول ده رائع ايها الملك يانسين، تقدر تطمن بعد ما تنتهي من ملك الوحوش الاعلى لو حد جه يزعجك فانا هتصرف معاه الاول، وعلشان ما حدش يزعجه سيد الطائفه يانسين وافق على طلب لان لاعاده بناء الطائفه. وقبل نهايه المسابقه رئيس الطائفه يانسين هيتبع خطه الاخت لان، وبالطريقه دي لان نجحت في الفوز بتأييد ملك المستوى الثاني يانسين. وبعد كده قدام مقر تحالف الابطال يانسين بيلبس البدله وبيروح مع لان، ولان بتقول له ان المقر ده هو اللي بيتم ترتيب الابطال برضه فيه، وان بسبب قواعد الامتحان لازم نكون حاضرين بالزي الرسمي. ويانسين بيقول لها تمام مش مشكله. ولان بتقول له يلا بينا نروح، وان المره دي قاموا بدعوه كل الابطال بما فيهم العشر الاوائل من مستوى الحاكم العظيم، واكيد احنا الاتنين بس اللي لسه ما حضرناش. وجوه المقر كل الابطال بيكونوا متجمعين وبيتكلموا عن ملك الوحوش الاعلى وانه لسه ما ماتش، وعلشان كده بيفهموا سبب تجمع التحالف للكثير من الابطال اللي مستواهم عالي من قسم القتال. وعند البطل الخارق بيو بيعرف ان الباور رينجرز اتعرضوا لضرب جامد من يانسين ودخلوا في غيبوبه لمده سنتين، وبيقعد يتريق عليهم. فالاحمر بيقول له تبقى جرب القتال معاه الاول وبعدها اتكلم. وبيو بيقول الهزيمه هي هزيمه ما فيش مجال للاعذار، وبياخد باله من حاجه وهو البنت الارجوانيه بي فين، فبيسلم عليها بكل حب وبيقول لها بقالنا فتره ما شفناش بعض. والبنت بتتحرج جدا. وعندي مساعد الرئيس بيقول للرئيس بالنسبه للابطال دول مش ممكن يحصل قتال داخلي صح ولا ايه؟ والرئيس بيقول له هم متحمسين بس لهزيمه بعضهم البعض ولكنهم لسه متحدين ضد الغزو الاجنبي، وهل يا ترى في حد هيوصل تاني ولا ايه؟ والمساعد بيقول له ان الاخت الزرقاء اختفت والاخت لان قدمت استقالتها الصبح، ويانسين ما قدرناش نتواصل معاه برضه وانهم الثلاثه مفقودين. والرئيس بيقول له بص كده، ويانسين ولان بيكونوا حضروا والابطال بيتفاجئوا ومحدش كان متوقع ان يانسين هيبقى في المستوى الثاني، وكل ده في اقل من 6 شهور. وفي الكثير من الابطال بيكونوا خايفين من يانسين لاحسن هم كمان يدخلوا المستشفى. وبيو لما بيشوف يانسين بيقول بقى هو ده غريب جدا انكم خسرتوا قدام شخص ما عندوش اي قوه خارقه. والاحمر بيقول له طب جرب القتال معاه الاول وبعدين اتكلم. فجاه البطل بيو بياخد باله من لان وعلى طول بينطلق لهناك، وزي الكلب السنجل بيقدم لها زهره وبيقول لها لان بقالي كتير ما شفتكيش، انت بقيتي جميله مره تانية. ولان على طول بتهجم والهجوم بتاعها بيكون في غايه القوه وبيقطع اي شيء قدامها علشان يستقر بعدها في الحيطه، وبكل جديه بتقول له ابعد لو قربت مني فهتكون دي نهايتك. طبعا الواد بيجيب ورا وبيخاف على حماده. المهم الرئيس بيقول من فضلكم اهدوا وان تم التواصل معاكم اليوم لان في شيء مهم هقوله، والكل بيكون هادي وسامعينه بتركيز. فالرئيس بكل جديه بيقول اعتقد ان الكل عارف ملك الوحوش الاعلى هو لسه على قيد الحياه، وفي الكثير من الابطال بيجيبوا ورا وبيكونوا عاوزين ينسحبوا. الرئيس بيكمل كلامه بيقول الغرض من اجتماع اليوم هو العثور على الوحش ده ومش هنقتله تماما. ويانسين بيكون سامع كلامهم في نفس الوقت في مكان تاني في العالم تحديدا في روما، وجوه المكان ده اللي مش عارف اسمه بنشوف وحش قاعد، والشخص ده بيعرف ان تم هزيمه الفضائيين وبيقول من المؤكد انهم خسروا، هم جاريين
متضايقين جدا، انتوا اتجرأتوا تقفوا في الارض ومش عاوزين تموتوا. وبنعرف ان الشخص اللي بيتكلم ده هو جورج داس، والواد ده جيرو نقا بيقول المعركه بيننا وبين البطل لسه ما انتهتش لصالحنا من قرون. جدي وكل اجدادي ماتوا كلهم على ايد الابطال، هم عاوزين يخربوا الارض بناء على اختراقهم التكنولوجيا. وجوجو نادو بيقول ايوه بالظبط، بالنسبه للابطال دول لازم يلعبوا مع الجانب المظلم. ملك الوحوش الاعلى جوجوز بيقول لهم بطلوا شكوى بقى، دلوقتي لازم نتحد الاول، وان باستثناء الملوك الاربعه دول باقي الوحوش خايفين من الابطال، لازم نخليهم يرجعوا ثقتهم من تاني. والاربع وحوش بيقولوا له امرك بيضرب مكان، والوحوش دي بتاخد بالها من حاجه ومش بيكونوا عارفين ايه اللي بيحصل، والسيف ده بيظهر علشان نشوف البنتين دول، والوحوش بيحاولوا يوقفوهم. وعند ملك الوحوش الاعلى والاربع وحوش القاده اللي من بعده بيتكلموا وبيقولوا الاستعدادات لمسابقه صيد الوحوش قربت تنتهي، يا ترى امتى هنبدا؟ والوحش ده بيقول انا بكره تسميتهم لده بالمسابقه الكبرى، وان في الماضي البشر اطلقوا على المسابقه ديت غزو الوحوش، ودلوقتي بيقولوا عليها المسابقه الكبرى لصيد الوحوش، ده عار علينا احنا الوحوش تماما. والوحش ده بيقول بلاش تشتكوا من ده، لاننا ممكن نلاقي بطل نتقاتل معاه المره ديت. كم مره تعرضت للضرب فيها على ايد اعضاء فريق الباور رينجرز، والوحوش كلهم بيكونوا متضايقين. وملك الوحوش الاعلى جوجوز بيقول احنا ممكن نبدا بعد يومين من المسابقه، وان لما تبدا المسابقه هيتم توزيع الابطال للابضع الوحوش ومحاوله ترويضهم، وهتظهر اكاديميات القتال الاربعه بعد يومين. وان في العادي في كل مره تبدا المنافسه بيتقاتل الطلاب بينهم وبين بعض، فهنقدر نستنى لغايه ما ينتهوا من القتال وبعدها نقوم بقتلهم. المره دي هندمر عالم الابطال تماما. والوحش ده بيقول له المره دي يا ملك الوحوش النصر هيكون حليفنا، وكل الوحوش بيشجعوا يقتلوا الابطال، وان ملك الوحوش لا يهزم. وحارس الوحوش بيجي وبيقول لملك الوحوش في وحشين جداد بره عاوزين يقابلوك، وملك الوحوش بيقول تمام احنا عندنا نقص في القوه العامله دخلهم بسرعه. والحراس بيطلعوا يجيبوا البنتين، واثناء ما هم ماشيين بيقولوا لهم ان المره دي احنا محتاجين للاعداد، ومع انكم ضعفاء بس احنا محتاجينكم ولازم كلنا المره دي نتحد. ولما بيوصلوا المكان الحارس بيقول لهم ان ملك الوحوش بيتناقش حاليا في ازاي هيتعاملوا مع الابطال الخارقين. المهم كل الوحوش لما بيشوفوا البنتين بيتصدموا لانهم بشر او شبه البشر يعني، وبتكون دي هي المره الاولى اللي يشوفوا فيها النوع ده من الوحوش اللي بتشبه البشر، والكل بيتساءل عن القوه اللي عندهم. والوحش ده بيسالهم اي نوع من الوحوش هم، وبنت بتقول له انت رغاي قوي، والتانيه بتقول له احنا مش وحوش. ولما بيبصوا على احصائياتهم مش بيكونوا فاهمين حاجه، ومش بيكون ظاهر اي قوه خارقه عندهم، وقوتهم القتاليه هي 4 بس، وحتى النظام مش قادر يعرف قوتهم ايه. والوحوش الموجوده بيستهزئوا بيهم، وحتى الوحش ده بيستهزأ بيهم. بس ملك الوحوش الاعلى بيقول لهم اسكتوا، وبيكلم البنتين وبيقول في نقص في القوه البشريه، وان القوه القتاليه هي 5 فبرضه عادي لانها 5 مش 0. وللتعامل مع الابطال الخارقين لازم نجمع كل القوة المتاحة عندنا. والبنت الكبيرة بتسأله هل انت الملك هنا؟ وملك الوحوش بيقول لها ايوه. فعلى طول البنت بتستخدم مهارة القطع الافقي وبتهجم عليه بقوة، وحرفيا بتقطعه الاشلاء. ده اللي بيصدم كل الوحوش وحتى الملوك الاربعة اللي بعد ملك الوحوش الاعلى حرفيا بيتصدموا، ودم ملك الوحوش بيتلاشى في كل حتة. والبنت بتبدأ في استخدام تقنية معينة تانية، والضباب الاسود اللي في المكان بيبدأ يتلاشى لغاية ما بيتلاشى بالكامل. ده اللي بيصدم ملوك الوحوش الاربعه، وكل الوحوش بيكونوا مصدومين، والبنتين بيكونوا نظفوا المكان وبيكلموا كل الوحوش. والبنت دي بتقول من اليوم ورايح هكون الملكه بتاعتكم. والجنرال ده بيسالها مين انتم بالظبط؟ والجنرال التاني بيقول بلاش حد يشتكي، وده لانكم اتعرضتوا للضرب الكتير. الوحوش بيكونوا متضايقين جدا، والبنت بتقول زي ما قلت لكم من اليوم ورايح هكون الملكه بتاعتكم. وبكده ملك الوحوش الاعلى بيكون مات. المهم عند رئيس الجمعيه بيكلم الابطال وبيقول لازم نلاقي ملك الوحوش الاعلى ونقتله تماما من العالم ده. والابطال بيكلموا نفسهم وبيقولوا شكل الرئيس متوتر جدا، هل من الضروري انه يكون بالجديه ديت؟ ويانسين بيكون بيراقب اللي بيحصل، وفجاه بيشم ريحه معينه. ولان بتساله هو ايه اللي حصل لك؟ ويانسين بيقول ولا حاجه، دي رائحه مألوفه بس. وده اللي بتستغرب منه لان. ويانسين بيقول انا شفت النوع ده من الاشياء من اكتر من 2000 سنه، وان في الوقت ده كنت صغير
صغير وشفت حاجات كتيرة جدا ومش فاكر هي ايه بالظبط. وعند مكان الوحوش كل الوحوش بيكونوا مصدومين ومش مستوعبين ان ملك الوحوش الاعلى تم القضاء عليه، والجنرال ده بيحبط جدا وبيقول انتهى الموضوع، انتهى كل شيء. والبنت الصغيرة بتسأل الاخت الكبيرة لو كنت عاوزة تكوني ملكتهم فكنت هتقدري على كده، فليه قتلتيه؟ والاخت الكبيرة بتقول لها كان شكله قبيح جدا. وبعدها بتوجه سيفها للوحوش وبتقول لهم اركعوا قدامي، انا ملكة الشياطين، من غير ما اي حد يعترض. والوحوش كلهم بيكونوا مرعوبين وبالفعل كلهم بيركعوا وبيقدموا التحية والاحترام لملكة الشياطين الجديدة. والبنت بتقول تمام، كل حاجة كده تمام. والبنت التانية بتقول لها الوحوش في العالم ده ضعيفة جدا وما فيش اي احساس بالانجاز لكونك ملكة هنا. والبنت الكبيرة بتقول لها انا بصيت بصة وباستبعاد اللي قتلته ده فيمكن لقوة الاربعة اللي واقفين هناك انهم يكونوا قد قوة الوحوش الكبيرة اللي في عالمنا بالعافية. وطبعا الاربع وحوش بيكونوا مصدومين وفي نفس الوقت مرعوبين. والبنت الصغيرة بتفتح بوابة وبتقول للكبيرة 4 بس، احنا مسكنا بالكتير من الوحوش الكبيرة هنا، اقول لك انسي الموضوع، انا مليت جدا وهمشي. والبنت بتقول لها اعملي اللي انت عايزاه. وواحد من الاربع وحوش الكبار بيجري على البنت وبيقول لها ايتها الملك ما ينفعش تسيبينا وتمشي، وبيقول لها لو مشيتي فكلنا هنموت، وبيقعد يعيط. والبنت بتقول له قوم اقف علشان نتكلم كويس. والواد بيقول لها اللورد الملك الشيطاني راح لملك الموت خلاص، وخطة المعركة السابقة بقت على الفاضي دلوقتي، بمجرد ما تمشي هيتم تحويلنا تماما لحيوانات أليفة للأبطال. والبنت بتقول له أنا كنت في عالمك ده لمدة 2 سنين وعارفة شوية عنكم، ومع كده إحنا مش مهتمين بالمشاركة في الحدث الخاص بيكم ده. والوحش بيقول لها ولكن يا ملكة الشياطين ما ينفعش تشاهدي رجالتك وهم بيكونوا حيوانات أليفة للباقيين. والبنت بتفكر وبتقول له أيوة صح عندك حق، ده بيذكرني بالرهبان اللاعنين دول، وبتسأله عن خطتهم اللي كانت قبل كده. والجنرال بيفكر وبيقول في نفسه خطتنا هي مهاجمة الأكاديميات الأربعة الكبرى لقسم القتال والقضاء على كل الأطفال، وبكده هنكون دمرنا مستقبل البشرية لأن احنا أصلا ما عندناش أي أمل في هزيمة الأبطال، وعلشان كده هندمر مستقبلهم وندي الوحوش الصغار فرصة لهزيمة أبطال المستقبل. وبيقول لها كل الكلام ده، فالبنت بتقول له يعني الوحوش بتاعتكم بتعيش بيأس في العالم ده؟ والوحش بيقول لها مش بالظبط. والبنت بتسأله هل الأبطال في العالم ده أقوياء؟ والوحش بيعيط وبيقول لها أكتر من أقوياء، الأبطال هم أوغاد غشاشين كأنهم مهكرين اللعبة، وأنا كملك وحوش صغير اتعرضت للضرب سنة بعد سنة وكنت كمان عاوز أموت نفسي. والبنت بتقول له أنا سمعت كلامكم قبل ما أدخل وأنتوا قلتوا إن ملك الوحوش الأعلى بتاعكم وبطل العالم الأول قد بعض في القوة، فده مش قوي خالص، هو ضعيف جدا. والوحش بيقول لها أنت غلطانة وإن الأبطال مش بالبساطة اللي أنت شايفاها. والبنت بتستغرب جدا. فالوحش التاني بيكمل وبيقول في طاقة غريبة في عالمنا بتساعد الأبطال وكلنا بنسميها بالمهارة السلبية للبطل، ده اللي بيفاجئ البنتين وبيستغربوا منه جدا. فالوحش ده بيقول لها ان المهارة السلبية ديت هي دموع الحب ونور العدالة، والاتنين بيكونوا مستغربين جدا واللي هو ايه الهبل ده. فالوحش ده بيقول ان فريق قوس قزح باور رينجرز والراجل الخارق بيو خديهم كمثال. مهارة فريق الباور رينجرز هي مدفع انصهار الطاقة النووية، ومهارة الراجل الخارق بيو هي هجوم الموجة الضوئية، فهي ديت مهاراتهم النشطة. وعندهم برضو المهارة السلبية ودي مهارة سلبية بيمتلكها كل الأبطال، وإن في كل مرة بيهاجم ملك الوحوش الأبطال بيضربوا لغاية ما بيكونوا هيموتوا، وأول ما ملك الوحوش يفوز بتحصل أشياء غريبة والناس بيتكلموا اللي في العالم ده بكلام مش مفهوم وبيعيطوا وبيرفعوا أيديهم بشدة صارخين دموع الحب ونور العدالة. وهوب البطل اللي كان هيموت أو كان قرب يموت بيتم إحيائه بنجاح ومليان بالطاقة. أول ما البطل يرجع للحياة تاني قوته بتزداد بشكل كبير جدا منافيا لكل منطق بحركة واحدة، وبيقتل ملك الوحوش في ثواني. وبمرور الوقت ما بقيناش قادرين نتغلب على الأبطال وإن كل أسلافنا ماتوا كلهم بالحيلة ديت. والبنتين بيكونوا مصدومين جدا من كلامهم وبيقولوا هو إيه الوضع الغريب ده؟ والوحش ده على الأرض بيعيط وبيقول لهم إحنا جربنا كل الطرق الممكنة من بداية الهجمات الفردية للهجمات الجماعية وهجمات التسلل والتسمم، كلهم ملهمش فايدة، وعلى أي حال لا يمكن للبطل إنه يموت، هم يتم إنقاذهم أو إنهم لا يقهرون على طول. إحنا ما عندناش حاجة نعملها وإننا في عدد لا يحصى من الأيام والليالي بنفكر كل يوم في الاستسلام ونسيان موضوع القتال، ولكن كل ما نفكر في كده الغضب بيزداد. والبنت بتسأله ليه؟ فالوحش بيقول لها ليه نعيش إحنا الوحوش في العالم ده ونبقى أدوات للأبطال؟ ده مش عادل، أنا مش بقبل ده، ولازم علينا القتال عاجلا أم آجلا.
حالا وهنفرك وش البطل في الارض. والبنت بتقول له فهمتك. والوحش بيقول لها بجد. والبنت بتقول له انتم اشرار لكلا العالمين واقدر افهم مشاعركم كويس، وان الابطال في عالمك مش بيختلفوا حاجه عن الخالدين في عالمنا اللي بيحبوا كل انواع شعب الين. انا قررت اديكم شويه مساعده، وبتديهم حاجه وبتقول لهم اتفضلوا يا جدعان. والوحش بيستغرب وبيسالها هو ايه ده؟ فالبنت بتقول له دي حقيبه الكون اللي بيستخدمها اصلاح الشياطين، واللي بتحتوي على 46,000 مجموعه من الاسلحه السحريه لاصلاح الشياطين، ولازم ان يكون ده كفايه بالنسبه لكم، ده اللي بيصدم الوحوش كلهم. والبنت بتكمل كلامه وبتقول يمكن تنشيط ده بجسمك ولحمك ودمك، فهو مثالي ليكم. ومع كده في 4 قطع اثريه فيه لازم تستخدموها كويس، والاربع اسلحه بيكونوا في غايه القوه. والبنتين قبل ما يمشوا بيقولوا لهم ما تقتلوش نفسكم قبل ما تقتلوا العدو، ودلوقتي احنا هنغادر. والوحش بيسالها يا حاكمه الشياطين انت هتروحي فين؟ والبنت بتقول له عالمكم ممتع جدا ولسه ما لعبناش فيه بما فيه الكفايه، وان بيقال ان في مدينه ملاهي كبيره في الشمال فهنروح ليها. ودلوقتي احنا هنمشي، لو واجهتوا اي صعوبات تقدروا تستخدموا الحمام الشيطاني للتواصل معانا. والاربع شياطين بيفرحوا جدا من كلامها واحتوائها، وبيقدموا لها التحيه والاحترام والشكر. وبعدها بيقولوا الحقيبه الصغيره دي بتحتوي بالفعل على 46,000 قطعه سلاح. طب ازاي؟ والوحش ده بيقول يا ملك الوحوش الاعلى موتك يستحق كل العناء ده. لما ننتهي من الابطال هنعمل لك نصب تذكاري كبير. وفي نفس الوقت على الجانب التاني في جمعيه الابطال بيقرروا ان ال10 الاوائل من الابطال هيعملوا دوري الحكام بينهم. المهم بعد لا بلا 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 بعد يومين يعني المعلق بيقول مرحبا بالكل، ده هو البث المباشر وانا سعيد جدا بمقابلتكم مره تانية، وهقدم لكم البث الحي الكامل لمسابقه اصطياد الوحوش. وزي ما المثل بيقول المكان اللي فيه معركه هكون موجود فيه، وان المسابقه دي بتقام مره كل 3 سنوات. اكيد مش هفوت الفرصه دي، وهستخدم حياتي برضو علشان اديك البث ده يا صاحبي. وبيقعد يرغي كلام كتير ملوش اي لازمه. المهم بيكون متحمس جدا في انهي اكاديميه هتوصل للقمه المره دي، وكل المشاهدين بيكون عندهم نفس الحماس برضو. والمذيع بيقول لهم في البدايه اشكروا العين الآلية لانه هيدينا صوره رائعه للمعركه. والعين الآلية بتقول له انت قلت انك هتديني المره دي الاجر مضاعف مرتين. والمذيع بيقول له اكيد طالما انت عايش فهديك الاجر مضاعف مرتين. وفي الملعب الكبير طلاب يانسين بيكونوا متجمعين، ورينزا هو بيقول لهم استنوني ده انا هنفخ امكم. وشياو لو بتحط سيفها وبتقول ان المعلم لو عرف طريقتكم ديت هينفخكم. هو بيعلمك زراعه الخالدين وازاي تحترم خصمك. وطبعا الاتنين بيجيبوا ورا وبيترعبوا. والواد ده بيقول لابو نضاره ان الناس اللي بيقوموا بالزراعه ما ينفعش يكونوا عدوانيين. المهم عند وو مينج بتتكلم مع بنت تانية، والبنت التانية بتسالها انت ليه عندك ملابس جديده واحنا لا. ووو مينج بتفهمها ان المعلم يانسين قال ان كل واحد من التلاميذ هيكون عنده ملابس مختلفه على حسب مستواه. المهم يانسين بيجي وبيسالهم لو كلهم موجودين، والكل بيتفاجئ من وجود المعلم يانسين ووصوله.